دايما بنشوف الشمس كل يوم وهي بتمد العالم بالضوء والحرارة. بس عمرنا فكرنا هي الشمس دي ازاي مشتعلة وهي موجودة في الفضاء مع ان مفيش اكسجين؟ وبما ان مفيش اكسجين ليه الشمس مش بتنطفي؟ اتفرجوا على الفيديو ده علشان تعرفوا ازاي الشمس بتشتعل بدون اكسجين. ولو انتم اول مرة بتتفرجوا على فيديوهاتنا ما تنسوش تدعمونا بسبسكرايب للقناة ولايك للفيديو. كلنا عارفين ان مفيش اكسجين في الفضاء الخارجي، وعارفين كمان ان النار مش ممكن تشتعل بدون اكسجين. ولو قرر مثلا رائد فضاء انه ياخد معاه ولاعة ويجرب يولعها في الفضاء فاكيد مش هتشتعل. يبقى ازاي الشمس بتشتعل في الفضاء مع غياب الاكسجين اللي هو العامل الاساسي في الاحتراق؟ علشان نجاوب على السؤال ده محتاجين نعرف ايه هي الشمس اصلا. غالبا لو سألنا اي حد ايه هي الشمس هتكون الاجابة انها كورة غازية مشتعلة. بس للأسف الإجابة دي مش صحيحة قوي، لأن الشمس فعلا كورة غازية، لكن لما نقول مشتعلة أو محترقة فالتعبير ده هو اللي غلط. لأن النار بتنتج عن تفاعل كيميائي اسمه تفاعل الاحتراق، لكن ضوء الشمس وحرارتها بيجوا من تفاعل تاني غير كيميائي إنما نووي، بيسمى تفاعل الاندماج النووي. وزي ما قلنا من شوية إن الشمس بتتكون من غازات، حوالي 75% من الغازات دي هيدروجين، وحوالي 25% منها هيليوم، بالإضافة لغازات تانية نسبتها قليلة جدا تكاد تكون لا تذكر. بكل بساطة الاندماج النووي اللي بيحصل جوه الشمس هو تحول الهيدروجين إلى هيليوم، وده بسبب السرعة الكبيرة جدا اللي بتتحرك بيها الذرات ودرجة الحرارة العالية جدا. التحول ده بيحرر كمية كبيرة من الطاقة على شكل حرارة وضوء وإشعاعات نووية، وبيستمر التفاعل ده في الحدوث لأنه تفاعل تسلسلي، يعني الطاقة اللي بينتجها هي نفسها الطاقة اللي بتؤدي لتحول الهيدروجين إلى هيليوم. فبالتالي الشمس مش بتحتاج أكسجين علشان تتوهج، لأن تفاعل الاندماج النووي اللي بيحصل في الشمس مش محتاج الأكسجين، محتاج فقط الهيدروجين والطاقة. في النهاية في أفكار كتير مغلوطة بنسمعها عن الشمس، زي إنها بتحرق الهيدروجين لإنتاج الحرارة والضوء، لكن دي فكرة خاطئة. احنا علشان بنشوف الشمس متوهجة باللون البرتقالي ولأنها بيطلع منها حرارة بيخلينا نعتقد إنها كورة من النار أو الحمم البركانية. ومش بس الشمس، لأن في نجوم تانية بتتوهج باللون الأزرق اللي شبه لون لهب النار، لكن ده بسبب اختلاف الغازات المتكون منها النجوم دي. وفي الآخر التوهج ده كله عبارة عن تفاعل الاندماج النووي مش احتراق نار زي ما بنعتقد. قولولنا في الكومنتات أكتر حاجة عجبتكم في الفيديو ده، ولو عندكم اقتراحات لفيديوهات تانية. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس علشان تشوفوا الفيديوهات الجديدة أول ما تنزل.